بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ماتش السوبر المصري اللي كان بين الاهلي والزمالك، وهنتكلم في جزئيه برضو عن لاعبي الزمالك اللي هم محتجزين لحد دلوقتي في دوله الامارات بحجه التعدي على احد افراد الامن هناك. طبعا احنا في الاول بادئ زي بدء كده بنهني النادي الاهلي بفوزه بالسوبر المصري ونقول له الف مبروك لعيبه وجمهور واداره. والحقيقة المباراة كانت ممتعة من الطرفين، طبعا أنا مش هحلل فني ولا حاجة، هقول بس أهم الأحداث. إن المباراة كانت ممتعة بين الطرفين وكان فيها ندية كبيرة، ووصلت في الآخر لضربات الترجيح، وضربات الحظ الترجيحية طبعا ابتسمت للزمالك في السوبر الأفريقي وابتسمت للأهلي في السوبر المصري. وطبعا أنا ليا عتاب على كابتن محمود شيكابالا إن هو طبعا دخل شاط الكورة وهو مش مؤهل نفسيا، وهو مش احسن حاجه في ضربات الجزاء. كان المفروض ان هو يعني انا حسيت ان هو عايز ياخد اللقطه شويه، وكان هو بيحتفل قبل ما يشوط تحس ان هو رايح يحتفل. فانت كابتن شيكابالا يا نجم يا كبير يا موهوب، انت ضيعت بطوله كانت في متناول لعيبه الزمالك، والجهد اللي عمله محمد عواد اللي كان احد نجوم المباراة وخد احسن حارس في البطولة. يعني عواد عمل ماتش كبير قوي وانقذ الزمالك من فضيحة في الشوط الاول. كان المفروض الشوط الاول يطلع 3-0 للاهلي على الاقل. الزمالك مسك طبعا نفسه الشوط التاني وكان اقرب للفوز في الشوط التاني والشوط الرابع. بس هي دي الكورة ملهاش مقياس. في فرقه بتلعب وفرقه بتفوز والعكس صحيح، بس الاهلي لعب، يعني مش معنى ذلك انا بقول الاهلي ما لعبش، لا الاهلي لعب والفوز كان من حليفه وضربات الجزاء. انا عايز اتكلم برضو على التحكيم. طبعا الهدف اللي حطه الزمالك في لغط كبير، ناس تقول لك اوفسايد وناس تقول لك صحيح، بس هي المشكله ان زاويه الكاميرا مش موضحه حاجه والاخراج برضو كالعاده. بس انا مستغرب، يعني اول مره الاقي مثلا حكم الفار بيندى للحكم الساحه يقول له شوف الكوره اوفسايد ولا مش اوفسايد ويرسم له خطوط. طب يعني طب انت خايف تاخد القرار مثلا، ولا انت بتورط الحكم، ولا انت يا محمود يا عاشور عشان كان عليك كلام وعلامات استفهام قبل كده واتهاجمت وتوقفت على التحكيم خايف تاخد القرار؟ يعني مش محتاجه حكم الساحه يروح يبص عليها. يعني انا اول مره اشوفها في العالم بصراحه. الاوفسايد الجون بيبان لك بيديك النتيجه النهائيه طبقا للمعطيات اللي عندك، يقول لك الهدف صحيح لهدف اوفسايد. انما اللي حصل ده مش مفهوم. ولقيت حد من لجنه الحكام الكابتن ابراهيم نور الدين اللي طالع على القنوات كلها وعمال يتكلم والتحكيم المصري بخير والكلام ده كله. لا، التحكيم المصري مش بخير. انتوا لسه بتضحكوا على الناس. واداره الزمالك لو صدقت بعد كده ان الحكم المصري يحكم مباراه اهلي والزمالك يبقى عليه العوض. ليه بقى؟ لان امين عمر في الماتش ده عمل اخطاء فادحه اثرت على نتيجه المباراه بغض النظر عن الهدف اللي فيه شك. اول هام اكرم توفيق كان المفروض يطرد، ما اتطردش. انذارات كتير لعيبه الاهلي تغاضى عنها، فاولات كتيره لعيبه الزمالك تغاضى عنها. فامين عمر ما كانش جدير انه يحكم الماتش ده. وطبعا النادي الاهلي وافق على امين عمر لان معروف طبعا انتماءات امين عمر وعلى صفحته في الفيس والكلام ده كله، وبفتخر ان هو اهلاوي والكلام ده كله. بس انت دلوقتي انت لما تنزل تحكم حكم بالعدل من الناس يا اخي، انت قاضي في الملعب. انما تتغاضى عن طرد واحد. طب ما الطرد ده كان الاهلي يلعب 10 وكان الزمالك استغله. انا مش عارف بصراحه. واداره الزمالك لو وافقت ان حكم مصري يحكم بعد كده ماتش الزمالك والاهلي ويكون الماتش ده هيبقى نتيجته تؤثر على مسيره الزمالك، يبقى الاداره غلطانه. وطبعا عارفين ان الاعلام بيروج للتحكيم ويطلع راجل التحكيم وبتاع، لا، في تفاصيل صغيره بتاثر في نتيجه المباراه وبتدي بطوله الفرقه على حساب فرقه.
يا اخي حقق العدل، ما ممكن الاهلي كان يتعادل برضه ولعبوا ضربات جزاء وفاز. وانت ليه بتعملوا كده؟ انا مش عارف بصراحه. برضه احمد الغندور في الماتش اللي وراه كان اكرم توفيق يطرد، ما اتطردش. انت كده بتاثر على المنافسه. فبصراحه يجب على اداره الزمالك ان هي تاخد موقف من التحكيم، وموقف اخر من بعض الاعلاميين اللي طلعوا هاجموا الزمالك وشمتوا في موضوع شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد. واخص بالذكر الاخ مدحت شلبي والاخ ابراهيم فايق والاخ احمد شوبير. احمد شوبير ده حدوته تانية خالص. احمد شوبير انا ما زلت عند رايي بيبث الفتنه في الرياضه المصريه. كميه الشماته اللي بيتمتع بيها، حتى بعد ماتش السوبر طلع قال الكلام في الاهلي كده في تنمر على الزمالك، فين الاهلي سيد الكل يا عم ماشي يا عم، مش كده، مش كده، ما تصيرش الفتنه. الناس لما تسمع حد بيعمل كده بتعصب. طبعا بعض اهلاويه اصحابي طبعا هيزعلوا من كلامي ده ويقول لك ما خالد الغندور بيعمل، خالد الغندور لو بيعمل كده برضه غلط. انت بتحقن جماهير دي وجماهير ديت، ما ينفعش الكلام دوت. وطبعا الاخ مدحت شلبي طلع ادانا درس في الاخلاق بتاع اعلان هلا هلا على الفانيلا، وكابتن حسين لبيب والقلعه الرياضيه ومش عارف ايه، ودخل بقى في حسين لبيب، ساب المشكله الاساسيه ودخل في حسين لبيب وابراهيم فايق. ومعظم الاعلام كان ضد لعيبه الزمالك، زي ما يكون لعيبه الزمالك دي جايه من كوكب تاني. يا عم هم اخطاوا، بس هل هو الخطا بتاعهم يستاهل ان هم يقعدوا تحت الحبس اسبوع واكتر؟ هم يعني ايه الدافع يعني؟ هم سرقوا؟ هم قتلوا؟ هم ارتشوا؟ مشادة حصلت في الملعب، وكان في عقوبة سابقة لأحد اللاعبين في نادي العين الإماراتي، سحل فرد الأمن، خد 3 مباريات و150,000 درهم. إنها تتأجل وكل شوية تتأجل والكلام ده كله إيه؟ يعني متحالة للطب الشرعي. هم يرفعوا البصمات، تأجل إيه وما تأجلش إيه؟ دي فيها إهانة، إهانة لينا كلنا كمصريين. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال وإحنا مش عارف إيه والكلام بقى النغمة اللي سايدة، لا اهانه. طب انت ابراهيم نور الدين اتمسك هنا من لعيبه الفيصلي الاردني واتضرب بالشلاليت والبوكس واتسحل، ولعيبه الامارات ولعيبه الفيصلي ولا حد عمل لها حاجه وسافرت. كابتن اخضر بلومي كان ليه وقع في التسعينيات برضه، ضرب واحد وفعله عينه واصابه بالعمى وسافر. انما انا اول مره اشوفها تحصل، انا اول مره اشوفها تحصل في ملاعب العالم بصراحه. وهل الامور دي لو صعدت للفيفا هيبقى ترجع لنا جزء من حقنا؟ لازم اداره الزمالك ما تسكتش، وكل الناس اللي اتكلمت على الزمالك بالسوء وكل الناس اللي شمتت في القنوات دي على الاقل مقاطعه القنوات دي، او طالب جماهير الزمالك مقاطعه القنوات دي. فمش كل واحد يطلع بقى في الظروف اللي زي ديت وتنمر على اللعيبه ويغلطهم. يا عم غلطوا، اديهم على قد الغلط بتاعهم. وكلمة أخيرة لكابتن إمام عاشور، مش من الرجولة ولا المروءة إن أنت تشمت في لعيب زميلك وهو في الحبس. أنت يا إمام ولا عندك نخوة ولا عندك مروءة ولا عندك أي إحساس بالمسؤولية. فأنا بوجه له الكلام دوت عشان اللي عمله ده ويطلع يشمت في دونجا بعد الماتش، ده ما اسمهاش رجولة يا إمام عاشور. أنت هتفضل طول عمرك حجمك قد كده، واللي عملك نادي الزمالك اللي انت بتنكر خيره عليك الوقت. وشكرا.